وده لانك ممكن توصل ل 100,000 عميل مهتم بمجالك في خلال يوم واحد بس. الفرق ما بين التسويق التقليدي والالكتروني بقى كبير جدا. لو فاكر ان التسويق بقى زي زمان انك تخرج بعد صلاة الجمعة وحد يدي لك ورقة فيها اعلان لمطعم او لمحل ملابس، فانت غلطان. التسويق التقليدي اللي زي الراديو او البانر او اليافط اللي موجودة في الشارع للاسف مش بيوصل لجمهورك المستهدف بشكل صحيح. اما التسويق الالكتروني فده تسويق بيهتم انه يوصل لك الاعلان ليك انت شخصيا وفي المناطق اللي تحددها وبالاستهداف التفصيلي اللي يخدم فعلا منتجك او خدمتك. وده باختلاف صاحبنا اللي وزع 200 ورقة بعد صلاة الجمعة وفاكر ان كده هو هيحقق مبيعات كبيره. يعني بدل ما توزع 1000 ورقه في الشارع ويوصلوا لعملاء مش مهتمين، انت ممكن توصل ل 100,000 عميل على السوشيال ميديا يكونوا ضمن استهدافك وضمن شريحتك وضمن جمهورك المستهدف اللي فعلا مهتم بمنتجك او خدمتك. تابعنا عشان نعرفك ان كل جنيه كنت بتصرفه على الاعلانات التقليديه كان غلط، وهنبدله لك بتسويق الكتروني احترافي يوصلك لعميل مستهدف